بالنسبة للنفس والروح، باختصار إخواني وأخواتي، الذي يعني انتهيت إليه ومقتنع به إلى الآن، إلى أن يأتي دليل ربما يقنعني أكثر. النفس ليست خصيصة إنسانية، النفس خصيصة حيوانية. كل الكائنات الحية فيها نفس، حتى الملائكة المفروض، وكل نفس ذائقة الموت. كل ما له نفس يموت من المخلوقات، واضح؟ إذا النفس ما هي؟ النفس هي التي تجعل البنية حية، تخرجها إيه؟ من حيز إيه؟ الجمادية أو الموت إلى الحياة. هذه اسمها النفس، موجودة في الإنسان، موجودة في سائر أنواع الحيوانات، وأكيد في الحور والعين طبعا، وفي الملائكة وفي الجن كذا. هذه اسمها نفس. أما الروح، انتبهوا، قرآنيا خصيصة إنسانية. ليس في القرآن آية واحدة تقول إن الروح يتمتع بها إيه؟ الحيوانات أو الملائكة. أبدا، الإنسان، وهذا الذي جعله كما قلت في الخطبة في المحاضرة مسجود الملائكة. إني خالق بشرا من طين فإذا سويته، نفس الشيء ما في مشكلة، ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن خصيصة إنسانية. الروح هذه نفخة إلهية علوية اختص الله بها الإنسان، هذا النوع فقط. هذا الروح يا إخواني ببساطة، طبعا هذا ما لا يفهمه التطوريون، سأفصل هذا في السلسلة الثانية لنظرية التطور. ما لا يفهمونه ولن يفهموا إلا أن يسلموا بالنص الإلهي. يمكن عادي أن يكون الإنسان ترقى من كائنات أخرى أدنى، ما في مشكلة. في لحظة معينة حين أراد الله أن يخلق آدم وأن ينسله من ذرية قوم آخرين، مخلوقات أخرى من أوادم أخرى، ما الذي حصل؟ وين النقطة الفارقة؟ ونفخت فيه من روحي. هنا نشأ خلقا آخر اختلف وانماز من بين سائر الحيوانات كلها. حيوان بالتعريف المادي، لكنه في الحقيقة بالتعريف الروحي ليس حيوانا، هو إنسان أيها الإخوة، شيء مختلف تماما. هذه الروح هي التي تجعله يبحث عن الماوراء، التي جعلته يؤسس الميتافيزيق أيها الإخوة، الفلسفة الميتافيزيقية. جعلته عاشقا للجمال، يتحسس للجمال ومشاهد الجمال. الروح يبحث عن المستقبل، يبحث في الموت والعدم ويخاف من الموت والنهاية والفناء. هذه الروح. في روح في هذه الأشياء، ما في روح ما في هذه الأشياء. لو أن الحيوانات، النبي يقول لو أن البهائم تعلم ما تعلمون من الموت لما أكلتم منها سمينا. إذا هي لا تعلم، لا تعرف إيش الموت والفناء، ما تعرف هذا. الإنسان يعرف هذا، وبالتالي الحيوانات لا تفكر في المستقبل، الإنسان يفكر في المستقبل. ما عندهاش خطط مستقبلية الحيوانات، ما عندهاش، لا تفكر، لأنه ليس فيها روح، وفيش عندها حاسة جمالية حقيقية. كل ما يذكر هذا يفعل بالغريزة، مبرمج، بروجراميرت كله هذا. الإنسان لا يفعل هذا بالبرمجة، بالعكس يفعل هذا حتى بالتنمية. عنده هذه البذرة جنينية وينميها باستمرار، صحيح، ينمي هذا الحس، لكن عنده بذرة الحس الجمالي، وبذرة أيضا البحث الميتافيزيقي، والخوف من الموت أيها الإخوة، والإبحار دائما في خطط المستقبل. هذه الروح التي تفتح كل هذه الآفاق للإنسان. بس هذه الروح خصيصة إنسانية، خصيصة